كيفاش نبدا لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي متابعين قناتي وقناتكم زينب عالم الطبخ والمرأة. في هذا الفيديو راح نشارك معكم وصفة هايلة بزاف واللي كامل نعرفو شوفلاغ مقلي بالبيض وكامل، ولكن هذه المرة حبيت نعطيكم واحد لاستيس شابه باش الشوفلير تاعكم ما يجيش شارب الزيت ويجي ناشف من الداخل، ويعني ما يجيش شارب الزيت وخلاص. كما كنت تشوفوا انا غليت الشوفلير مع بالماء والملح، ولا تحبي تبخريه يعني تفوريه فوريه. خفقت 3 بيضات مع الملح والكمون وراس الحانوت. عندي لا شابلير وعندي الفارينه. اذا كما رايحين تشوفوا رايحه نبدا ان شاء الله بسم الله. في طريقه اعداد هذا الشوفلير، يعني نغمس الحبه تاع الشوفلير او زهره الشوفلير، نغمسها في البيض ثم في الفارينه ثم في البيض ثم في الشابلير ونقليها فقط. يعني عمليه سهله وما تاخذش منك واحد الوقت بزاف. حتى وإن أخذت منك واحد الوقت صديقتي، صحتك أهم، وحنا نبغوا المقلي ولكن نتفاداو شوية من الزيوت الكثيرة، لأنه كما تعرفوا حنا نبغوا الصوالح المقلية في الزيت وكامل، بصح الغالب يعني شوية الواحد يدير باله على صحته. كما كنت تشوفوا راني رمتها في الفارينة، عاود رمتها في البيض، عاود دروك نرمدها في لا شابلير. الا كان عندك خبز يابس ربيه سيداتي، و رمدي به المعقوده، رمدي به شوفلاغ، رمدي به الحوت، رمدي به اي حاجه. والا ما كانش عندك كاين بزاف طرق، رمدي في السميد مثلا، سميد متوسط ورمدي فيه، رمدي في شيبس مطحون، رمدي في الفرينة وحدها. المهم تتحصلي على القرمشة اللي نحبوها كامل في هاد الصوالح. نواصلوا في هذه العملية، وحبيت نعتذر منكم جميعا وخاصة لصديقاتي وأصدقائي المتابعين والأوفياء للقناة. على بالي تعطلت بزاف على القناة نتاعي ضمن ظروف مانيش عارفة، ظروف صحية ولا وسمية هذيك الظروف. الحمد لله على كل حال. يعني مرات الإنسان يحتاج إلى فترة راحة يرتب فيها كل أموره في عقله وترتيبات، يعني لا أدري. المهم أني هاني نحاول نرجع للعمل تاعي في اليوتيوب كما كنت تشوفوا، ودعوا لي ان شاء الله ربي يوفقني وربي يوفق كامل الناس اللي راها تسعى وتخدم وتحاول توضع بصمة في المجتمع نتاعها، وايضا تمارس حاجة تحبها في حياتها. كما حبيت نوجه رسالة كامل اللي يخدموا على قنواتهم، انه الاستمرارية هي الحاجة اللي تخليكم تنجحوا في العمل نتاعكم. ما تديروش كيفي انا، يا الحمد لله يعني ما نقدرش نقولكم اني ناجحه في القناه نتاعي، لانه انا ما استمرتش فيها ومانيش نستمر فيها، لكن الحمد لله راني نمارس في حاجه نحبها. يعني مانيش دايره منافسه مع اي قناه ولا مع اي شخص في هذه الحياه، راني نمارس في حاجه نحبها. الوقت اللي يناسبني راني نوض نخدم صوالحي، والوقت اللي نحتاج فيه راحه راني نرتاح والحمد لله. يعني فقط انتم إلا راكم باغيين تخدموا وتنجحوا في هذا المجال، عليكم بالاستمرارية ثم الاستمرارية باش قنواتكم تطلع إن شاء الله وتنجحوا في هذا المجال. وإن شاء الله ربي يوفق كامل الناس، وأي إنسان راه ناوي الخير للناس ولنفسه طبعا، لأنه كما نعرفوا هذه القنوات هي باب من أبواب الرزق. يعني يكذب عليك الكاذب اللي يقولك بلي أنا راني فاتح القناة هذه في سبيل الله وخلاص. يعني الإنسان يسعى وربي هو اللي يكمل له بالخير إن شاء الله. هذا ما كان صديقاتي. أنا نواصل هذه العملية اللي كنت تشوفوا فيها الآن،
نرجعوا في عملية قلي الشوفلار. ايه وقبل ما ننسى نشكر كامل اللي شاركوا في المسابقة نتاع القنوات اللي درناها من خلال الصفحة نتاعي، مع القنوات اللي كانت مشاركة أيضا في هذه المسابقة. القنوات اللي هي قناة مفاتيح منزلية، قناة اسمها ناس، قناة أيضا قناة مطبخ وتدابير أم وليد، وقناة أم إبراهيم. كامل نحط لكم الروابط نتاعهم في صندوق الوصف، وايضا صور تاع قنواتهم هنايا عبر الفيديو. وايضا قناة ام نور، يعني يوميات عائلة جزائرية، اش بي ولا اش دي. المهم يعني كامل هذه القنوات كنا منظمين مسابقة، ومسابقة رائعة وبكل صدق ومصداقية. ونشكر كامل اللي شاركوا في المسابقة، وكامل الداعمين اللي كانوا يشاهدوا الفيديوهات مع أصدقائهم. شكرا بزاف بزاف، ونتمنى تكونوا أوفياء للقنوات نتاعنا، ويعني تستمروا في الدعم. وإن شاء الله من عندنا حنايا تلقاو غير الحاجة اللي تفرحكم، وغير الحاجة اللي يعني تسر خاطركم، وتكون وصفاتنا في منتهى السهولة والبساطة، وخاصة يعني اقتصادية، لأنه المجتمع تاعنا دروك وخاصة في بلادنا الظروف راها تحتاج إلى وصفات اقتصادية على قد الجيب يعني. هذا مكان كما كتشوفوا في الشوفلار راني نقلي فيه، وجا هايل يا البنات وما شربش الزيت، وكما شفتوا مانيش حتى الزيت مانيش مكثرت له، فقليته وجا هايل بزاف بزاف يقرمش يا البنات. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، واللي راكم تشاهدوا في لا فيديو اول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. وايضا البنات راكم تسمعوني راني نهضر بزاف، راني شويه ناسيه كيفاش ندير تعليق صوتي، معليش سامحوني في هذا الفيديو. الفيديوهات القادمه ان شاء الله تكون على حسب القسط ان شاء الله يا ربي. تهلاو لي في رواحكم، نتلاقاو في الفيديو القادم بإذن الله، وسهرة ممتعة أو يوم جميل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبكم في الله.